في فيديو النهارده هحكي لك قصه اللعبه اللي باعت اكتر من 11 مليون نسخه خلال 24 ساعه بس، ومبيعاتها وصلت ل 815,000 دولار. انت متخيل؟ ومن 2013 لحد النهارده في ناس مش قادره انها حتى تلعبها ولو ساعه. وزي ما انت قرأت في العنوان، انا هرسيك على حوار الاتفاق السري اللي لو اتعرف هينيل الدنيا حرفيا. تبدأ قصتنا بثلاثة بيعملوا سطوة على بنك، والثلاثة دول مايكل، تريفور، براد. مايكل سوء حظه بيتمسك وبيقول جملة مهمة جدا للحارس. وهما بيهربوا القطر بيخبط عربيتهم وبتتعطل، وهما ماشيين بتحصل حاجة غير متوقعة خالص. براد بيتصاب في راسه وبيموت في ساعتها، ومايكل بياخد واحدة في صدره وبيقع فاضل له شوية كده ويحصل صاحبه، وتريفور بيلحق نفسه ومايكل بيطلب منه انه يمشي لانه مش هيقدر يعمل حاجه. تريفور في الاول ما بيكونش راضي، لكن ما قداموش حل ان هو يهرب والا هيبقى مسؤول السجن. طبعا انت اكيد دلوقتي بتسأل ايه ده، هو مش مايكل مات من شويه؟ ازاي عايش؟ بص، انا هفهمك على كل حاجه، بس عايز اقول لك ان ده بس 5 أو 10% من اللي مايكل يقدر يعمله. وطبعا انا مش هنسى احكي لك قصه الاتفاق، بس تعالى اعرفك الاول على حياه مايكل القديمه. مايكل كان عايش في اسره غير مستقره، وكان موهوب جدا في رياضه كره القدم الامريكيه. ابوه بيتخلى عنه، وده اللي بيخلي مايكل يتجه لعالم الجريمه ويبدا يسطع على البنوك. وكان محترف جدا على فكره في الموضوع ده، وكان معروف بقدراته العاليه في التخطيط. مايكل بعد 10 سنين من عمليات السطو دي بيسيب المدينه وبيروح يعيش ويستقر في لوس سانتوس مع اسرته اللي مفيش بينه وبينهم اي عمار، وعلى طول في بينهم مشاكل. تعالى بقى اعرفك على واحد مهم جدا، واللي هو فرانكلين كلينتون، واللي اتولد في لوس سانتوس وكان متربي في حي فقير ومليان عصابات وجرايم، وكان عايش مع عمته، وكان مصاحب واحد اسمه لامار اللي بيكون سبب اغلب من المشاكل اللي في حياه فرانكلين اساسا، يعني زي ما تقول كده صديق السوق من الاخر. والاتنين بيشتغلوا في معرض عربيات عند واحد اسمه مستر سيميون، وبيسرقوا العربيات من الناس اللي بيتاخروا في دفع الفلوس. وفي مره مستر سيميون بعت فرانكلين لواحد غني عشان يسرق عربيته. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. وبيطلع ان صاحب العربيه ده اللي هو مايكل نفسه، اللي كان نايم جوه العربيه وزي ما يكون عارف اللي هيحصل. ما هو حرامي بقى وراجل، يعني انت فاهم. وبيثبت فرانكلين وبيقول له مين اللي بعتك يالا؟ فرانكلين بيقول له يا عم ده اكل عيشي. قال له يا حبيبي انت طفل بالنسبه لي. ومايكل يعني بيقعد يتفلسف على الواد وبتاع ومش عارف ايه وكده يعني، وبيقول لفرانكلين يلا يا حبيبي انا عايزك تخش المعرض بالعربيه. Shitty situations, dog! Franklin, what the fuck are you doing? بعد اللي فرانكلين بيعمله دوت، مايكل بيكافئ فرانكلين وبيسيب مايكل ومستر سيميون لوحديهم مع بعض. ومايكل بيعلم مستر سيميون الادب، ولان فرانكلين بقى عاطل وما عندهوش شغل، بالتالي كان لازم يروح لمايكل عشان يشغله معاه. وللمره الثانيه برضه مايكل بيقعد يتفلسف على فرانكلين، ولكن من حسن حظ فرانكلين بيقطعه مكالمه تليفون من جيمي ابن مايكل نفسه، لانه حاليا في ورطه ولازم يجي دلوقتي وينقذه، لان جيمي كان عايز يبيع المركب بتاع ابوه. فالعيال النوتو دول بيستعفقوا جيمي وبياخدوه هو والمركب، ومايكل بياخد فرانكلين وبيروح عشان يلحقوا جيمي. وفرانكلين بيطلع القرد اللي جواه عشان ينقذ جيمي ابن مايكل، وبيعرفوا ان هم يجيبوا جيمي لكن ما بيلحقوش يجيبوا المركب لان موتور العربيه بيبوظ منهم، ويا ريتهم كانوا رجعوا المركب بدل جيمي، وهنعرف ليه بعدين. الحركه اللي عملها دي هتخليه يكبر اكتر في نظر مايكل، وده اصلا المطلوب على فكره. ولما بيرجع بيلاقي لامار صديق السوق صاحبه مستنيه ويقول له يلا يا عم عشان عندنا طلعه. لامار بيبقى عايز يعلم على عصابه البولوس ويخطف فرد مش مهم فيها اسمه دي، يعني زي ما تقول كده بيسخر منهم، وهم بيجروا وراه الكلب بيعضوا وبيخطفوه. ولان لامار اصلا شخصيه غبيه جدا، الراجل ده اصلا بيكون عارف فرانكلين ولامار من قبل اصلا ما يلبسوا القناع، عارفهم بالاسم وعارفهم بالشكل. تجارت يا عم، حتى الغباء بيقف لحد هنا، لا ده كمان لامار بيتغبى اكتر وبيرن على العصابه، ومن تليفونه المعروف ان هو اصلا تليفون لامار، وبيقول لهم حبيبكم معانا وعايزين $3000 دلوقتي والا هتزعلوا مني. وبرضه للمره الثانيه لامار بيرجع بمصيبه ثانيه لفرانكلين اسمها ستريتش، اللي بيبقى لسه راجع من السجن. يعني ما احنا كنا ناقصينك، وعايزين ان هم يروحوا يعملوا صفقه كده مع واحد،
ولما بيروح فرانكلين بيكتشف لامار ان لامار الغبي عامل الصفقه مع الولد اللي اسمه دي اللي هما كانوا عاملين معاه الحوار من شويه، وبيقعوا في الكمين بسبب غباء لامار، وسيرش بيخلص عليه وبيهربوا من المصيبه اللي حطوا نفسهم فيها دي. يا مورا انت عمال ترغي وناسي قصه ارتفاع ولا ايه؟ بص يا اسطى اقسم بالله العظيم ثلاثه انا هقول لك ما تستعجلش. نكمل. ولنا اتكلمنا عن فرانكلين كتير فاحنا ما نسناش مايكل ولا حاجه. مايكل اصلا بيبقى حاطط لنا مشاكل اسريه، يعني عندك مثلا ابنه جيمي على طول قاعد بيدخن وبيلعب العاب فيديو على طول. ما علينا. وبنته الثانيه اللي اسمها تريسي مدورها على كل شباب لوس سانتوس كلها. دي حتى اتضايقت مرضت فعل ابوها لما عرف وراح خلص على الرجاله اللي كانت بتروح لهم. فعلا مايكل غلطان لانه بدل ما يخلص عليهم كان المفروض يخلص عليها هي، لان هي اصلا اللي بتجيب له المشاكل دي لحد عنده. ويا ريتها يا عم والله العظيم كانت على قد كده، لانه لما بيرجع البيت بيلاقي مرته بتلعب تنس مالت على السرير مع مدرب التنس بتاعها، والواد بيقلع ده مايكل يفتقه. وفرانكلين دايما بيجي في الوقت المناسب وبيروحوا الاثنين بيدق البيت باللي فيه. وبيبقوا مبسوطين جدا، ولكن فرحتهم دي ما بتدومش، لان المدرب بيرن على مايكل بيقول له لبستها يا كروديا؟ البيت اللي انت قعدته اصلا ده مش بتاعي، ده بتاع راجل تقيل جدا في المدينه وهيجي دلوقتي ويفتقك. مايكل اصلا بيبقى مش واخد الكلام على محمل الجد وبتاع، بس فعلا بيتفاجئ بعربيه فخمه بتدهن بيته، وبينزل منها واحد فخم جدا بيقول له انت عارف انا مين؟ Do you know who I am? Do you? No. مايكل بيبقى لحد دلوقتي واخد الموضوع هزار اصلا، وفرانكلين بيقول له يا مايكل اللي قدامك ده راجل اعمال وعصابات مكسيكي تقيل جدا. Now, Michael, got a question for you. ومايكل بيبقى لازم يحجز فندق لناتاليا على حسابه ولازم يدفع لمارتن 5 مليون دولار، وفرانكلين بيتدبس مع مايكل. Come on, man. Damn, you alright? طب يا اسطى انا برضه ما عرفتش قصه الفاء اللي انت قلت لنا عليه. ابشرك ان احنا قربنا جدا. المهم مايكل بيكلم صديق قديم ليه اسمه ليستر، هاكر محترف وكان بيساعد مايكل في زمان في العمليات القديم يعني وكده يعني. وليستر في الاول بيطلب من مايكل ان هو يروح يفخخ تليفون من شركه اسمها شركه لايف فيندر، حاجه زي فيسبوك عندنا احنا كده، لانها شركه فاسده وبتتجسس على الناس، ولازم يتخلص من المسؤول ويروح البيت ويشوف اللايف ويتصل بالتليفون. Yes. Hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh! Oh, Jesus! Whoa! Let's... Whoa! ليستر بيبدا يساعد مايكل في العمليه الجديده بتاعتهم، واللي بتكون سرقه محل مجوهرات، ويبدا مايكل يشارك على المكان عشان يعرفوا ازاي يسرقوه وبتاع وكده، ويبداوا في الخطه وتنفيذها. Go get the bikes. Go! Ladies and gentlemen, this is your moment! Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. On the floor, now! Let's go on! I'm on the case. Too long, okay? This alarm is gonna beep at some point. You gotta be... 10, 9, 8? They're out of stones. Let's hit the... وللمره الثانيه مايكل بيقول نفس الجمله اللي قالها في بدايه اللعبه. You forget 1,000 things every day, pal. Make sure this is one of them. واللي فيما بعد هتجيب له المشاكل اللي هو هربان منها لحد عنده، ويبداوا يهربوا من الحكومه عن طريق الانفاق. I'm driving blind. The bull bars on this truck! Fuck, man, come on! Lester's around the corner at the... وبتتم المهمه بنجاح. يا اسطى انت عمال تهري وتحرق كتير كده ليه؟ وشكلها كده والله العظيم لا فيها اتفاق ولا نيله، انا خارج يا عم. بص يا اسطى خد يا اسطى استنى، يعني انت جاي في الوقت اللي احكي فيه قصه اتفاق وتاخد بعضك وتخرج يا جدع، والله العظيم عيب. بص قبل احداث سرقه البنك مايكل زي ما قلنا كان شغال سطوه على البنوك، وكان شاطر جدا في الموضوع ده زي ما احنا قلنا، وفي عمليه التهريب فاشله بيقابل شخص اسمه تريفر. تريفر ده شخص مجنون ومتهور وغير متوقع خالص، وده لان الماضي بتاع تريفر كان مليان مقاسي واهمال وكده يعني. بس تريفر كان موهوب جدا في حته الطيران ديت، وانضم للجيش الكندي بعدين يعني، بس اترفض بسبب يعني نفسيته ودماغه وكده يعني، وده اللي جره لعالم الجريمه والتهريب. وبالمناسبه تريفر كان منبهر جدا بمايكل ومهاراته وطريقته كمان في التخطيط،
وكان بيشوف مايكل ده قدوه واخ كبير. وفيها بعد انضم ليهم واحد اسمه براد، واللي بيخلي مايكل عايز يتخلص منهم لان مايكل بيقابل في احدى المرات واحده اسمها اماندا، واللي كانت وقتها فتاه ليل، ويخلف منها تريس وجيمي. وبنعرف ليه عيله مايكل بالشكل المستفز ده، لان البذره نفسها فاسده، بالتالي استحاله تكون السمره صالحه. المهم مايكل بدأ ياخد باله شويه على نفسه وبطل يخاطر بنفسه بسبب المسؤوليه اللي عليه، وبراد وتريفور بقى خطر جدا عليه ولازم يتخلص منهم في اسرع وقت. بطريقه ما بيقابل عميل من الاف بي اي اسمه ديف نورتن، والاتفاق اللي احنا اصلا عاملينه ده عشانه واللي بتكون مبنيه عليه اصلا احداث اللعبه بتكون كالاتي: ان مايكل هيسرق بنك، وديف هيبقى مستنيه في مكان معين ويسلم له اصحابه ويسيب مايكل اصابه كده خفيفه، والمقابل ديف يترقى ويكبر اكتر، ومايكل ياخد الفلوس وعيلته ويزيف موته ويغير كمان هويته من مايكل تاولي لمايكل دي سانتا، ويروح يستقر ويعيشوا بعيد عن المشاكل في لوس سانتوس. الموضوع ده بيبقى لسه ما اتقفلش عليه، ومفيش غير انا وانتم ومايكل وديف اللي عارفين بس قصه الاتفاق دي، انما هما لا، محدش فيهم يعرف ان احنا عارفين. ماشي، يلا بقى ايه، عملت معاك جدعنه، يلا بنزل بقى ايه لايك الجميل الاشتراك وانت فاهم بقى انا مش هوصيك. المهم يعني الاتفاق ما ينفعش يتقلب باي شكل من الاشكال، والا مايكل وديف مش هيحصل لهم كويس نهائي. ونرجع تاني لمايكل اللي بيبقى في بيته مع فرانكلين، اللي بيبقوا فرحانين جدا باللي عملوه وانهم خلاص يخلصوا من الشخص اللي اسمه مارتن مدرسه دوت. وبيقطع فرحتهم دي ديف نورتن نفسه وبيقول له: ايه يا ابن الهبل اللي انت بتعمله ده؟ يا ابني لو حد دور وراك وعرف حوار الملف بتاعك هروح انا وانت في داهيه. وبيقول له: طيب هتعمل ايه لو تريفور عرف ان انت لسه عايش ومزور هويتك وعايش حياه الرفاهيه؟ مايكل بيرد كالعاده بسخريه: يا عم تريفور مات وشبع موت. وبعدين يا ديف انا ما عملتش حاجه اصلا، ما انا قاعد قدامك اهو عمال ابلبق قدامك زي ما انت شايف كده، وبعدين مش عارف يا اخويا والله انت بتتكلم عليها اساسا. The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, Oh. precious stones, and engagement rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. اظن انت عارف ليه مايكل قفل التلفزيون، لكن التلفزيون بيقطعها عند حد تاني، واللي هو ايوه الراجل الميت نفسه وشبع موت. ايوه تريفور فيليبس كان قاعد بيتفرج على اللايف وشدوا الكلام اللي قاله الحارس، لان الجمله دي ما بيقولهاش حد غير مايكل. وعرفنا ليه مايكل قفل التلفزيون بسرعه. وتريفور بيبدا يفكر مع نفسه كده وبتاع، ويقاطع واحد اسمه جوني وده رئيس عصابه البايكرز، وبيجي يتخانق مع تريفور عشان كان بيعمل حاجات مش لطيفه مع صاحبه جوني، وتريفور بيحاول يحل معاها بس بطريقه Fucking shit! Cunt! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Wait. Fuck! المجنون ده بيطلع بقى عشان يحل مع عصابه جوني، وهناك Hey, cowboy! You mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! وبيفضل يجري وراهم زي المجنون لحد لما بيوصل وبيخلص على كل اللي هناك، وحرفيا ما بيعتقش حد. بص انا عايز اقول لك حاجه، تريفور ده اغرب شخصيه في اللعبه كلها، او اغرب شخصيه في الالعاب عموما. المهم بقى يا سيدي ان تريفور بيبقى شغال معاه اتنين كده هلاهيل، واحد اسمه رون والتاني اسمه ويد. وتريفور بيبعت ويد للوس سانتوس عشان يدور على مايكل تاولي، وتريفور بيعمل صفقه مع ابن زعيم العصابه الصينيه اسمه مستر شينج. والولد بصراحه بيبقى نايتي خالص، مش عارف ازاي ده ابن زعيم عصابه. والمهم بيبقى عايزين يتفاوضوا معاه على صفقه مخدات، ولما بياخدهم تريفور المعمل بتاع واحد اسمه شيف الصفقه مش بتتم، لان تريفور المجنون ده قبلها بيقتل زعيم العصابه المكسيكيه عشان كانت بتهدد تجارته. العصابه المكسيكيه بتهاجم المكان عشان يقتصوا من تريفور، وبسبب اللي حصل ده بيبقوا مرعوبين جدا من تريفور وجنونه. على فكره والله العظيم مش انتوا لوحديكم، واحنا كمان. ولما تريفور بيرجع البيت روم بيعرفوا ان عصابه جوني جات له وكركبت له الدنيا وكسرت له كمان اللعبه بتاعته. Statue here of infinite rage? This fucking meant more to me than Johnny came into anyone and they smashed it. Those pathetic midlife crisis. وويد بيجي بالغلط وتريفور ما بيحلوش ويفضل وراه لحد لما بيأمره انه يروح لوس سانتوس ويدور على واحد اسمه مايكل تاولي، عنده 45 سنه، متجوز واحده شمال وعنده عيالين. ولان تريفور مجنون فويد بيوافق فورا، وبعدها تريفور بيروح عشان يولع في عصابه جوني
وبيسرق منهم طيارتين، وكمان بيروح يبيع المخدرات اللي كانت فيها. وفي مصيبه هتحصل دلوقتي هتسبب مشاكل بعدين، عشان تريفور لما بيروح البار وبيكلم زباينه الجدد، وبيبدا تريفور بحماس يكلمهم عن البيزنس، بيعرفوه ان هم خلاص لقوا البديل وان هم مش حابين يتعاملوا معاه تاني. تريفور لما بيقرب بيتجنن وبيفضل يضرب في ابن الزعيم لحد لما بيعترف ويقول لهم ان هم بقوا بيتعاملوا مع الاونيلز. تريفور بيحلف ويروح ويولع فيهم. Come on! ويد لما بيرجع تريفور بيفضل يحقق معاه في موضوع مايكل، ويد بيقول له ان هو لقى كذا شخص بنفس الاسم لكن مفيش غير واحد بس بنفس المواصفات دي. وقبل ما تريفور يروح معاه بيخلص اخيرا على عصابه جوني، وويد بياخد تريفور وبيروح عند ابن عمه اللي اسمه فلويد. بالنسبه لمايكل اللي كالعاده قاعد مع اسرته بيتخانقوا، بيجي وبيقطع الخناقه دي تريفور فيلس بنفسه. تا 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 وسط ذهول الكل بالاخص مايكل اللي كان فاكر ان تريفور مات وشبع موت، ومايكل اصلا خايف من تريفور لحسن يعرف اللي مايكل عمله، عشان لو عرف اللي حصل مايكل هيحصل فيه اوسخ من اللي حصل للاونيلز وجوني وعصابته. وتريفور بيبقى مستغرب ان ازاي مايكل لسه عايش وقدر انه يغير هويته ويعيش عيشه 100 فل و10. فمايكل بيقول له ان هو تحت حمايه الشهود وعشان كده هو عايش العيشه دي. وسط الكلام ده كله تريفور بيبدا يسلم على عائله مايكل ويبقى فاكرهم فرد فرد، وبيسال على تريسي لانها ما كانتش موجوده ساعتها. فجيما بيقول له دي راح عشان عندها تصوير في برنامج مش تمام اسمه فيم اور شيم. فتريفور بياخد مايكل عشان يروحوا ويجيبوها. ركز، انا قلت تريفور بياخد مايكل مش مايكل اللي بياخد تريفور، لان تريفور اصيل وخايف على شرف تريسي بنت صاحبه اكتر من ابوها نفسه. والبنت لما بتشوف تريفور بتفرح جدا، ولما الولد الهق اللي اسمه لازلو ده بيتنادى تريفور ومايكل مش بيسموا عليه وبيفضلوا يجروا وراه ويصوروه ملط عشان ما يعملش كده تاني. واول لما مايكل بيسيب المكان وبيمشي على طول بيرن على ديف عشان يبلغوا ان في مصيبه. ولما بيقابل ديف بيقول له انا عارف يا مايكل ان انت ورثت محل المجوهرات دي. مايكل بيقول له ماشي يا عم ماشي الله اقبض عليا وما تخافش انا مش هزعل انك كده بتنقذ حياتي. ديف بيقول له انقذ حياتك من مين يا غالي؟ ديف فاكر مايكل بيهزر كعادته، ولكنه بيترجم ان الموضوع ليه علاقه بتريفور، وده شيء خطير جدا. اللي زي ما احنا عارفين تريفور ده شخص متهور ومجنون وغير متوقع، وهيبوظ لهم شغلهم كلهم، وهيبقى السبب في ان الحكومه تركز اكتر على مايكل وديف ويروحوا الاثنين في داهيه. مايكل بياخد باله ان ديف عايز يستغله ويبتزه من اجل مصالحه الشخصيه، ومايكل بيعرف ديف ان هو السبب في المكانه الكبيره اللي ديف فيها دلوقتي. والمهم ان ديف بيبقى عايز يضحي بمايكل عشان يخش المصلحه ويتاكد ان الشخص اللي اسمه فرناند ده ميت ولا لا، لاسباب خاصه تتعلق بالاف بي اي وديف نورتن نفسه. المهم مايكل بيفوق ويبدا يشيك على الموتى وبيلاقي جثه بنفس الاسم لكن مش بنفس الشكل، وبيبلغ ديف وبيقدر انه يهرب. وهو في الطريق بيرن على فرانكلين عشان يتقابلوا في اسرع وقت. فرانكلين بيحس من صوت مايكل ان في حاجه مش مظبوطه، ولما بيتقابلوا بيبقى عايز من فرانكلين انه يمشي من المدينه فورا بسبب الوضع هيبقى خطر جدا، لان مايكل حاليا بقى في ورطه لانه شغال مع الاف اي بي. فرانكلين بيبقى مش مقتنع يسيب المدينه، وهو بيحب مايكل وبيعتبره اب. ومايكل بيقول له طيب يا عسل اللي حكيت لك عنه ده كوم، وتريفور ده كوم تاني لوحده. بص يا فرانكلين، تريفور ده جحيم ماشي على الارض، ده اقل ما يقال عنه، وانا مش فخور بالحاجات اللي انا عملتها في حياتي، وانا اقسم لك ان هيبقى بالنسبه لك ملاك عن تريفور. والحقيقه فرانكلين بيبقى جدع لان مايكل صاحب فضل عليه، وبيقرر انه مش هيمشي ويسيب الراجل اللي ساعده. مايكل بعدها بيروح يقابل ديف وبيبقى معاه زعيمه اللي هو اسمه ستيف وشخص تاني اسمه سانشيز. ستيف بيبدا يبتز مايكل وزي ما تقول كده عارف حواراته هو وديف، ويبدا يستغل الاثنين لصالحه، وبيبلغهم ان فرناند محتجز في وكاله الاي اي اي، وان هم عمالين يحققوا معاه، وان هم لازم يروحوا في اسرع وقت ويخطفوه قبل ما يخرجوا منه باي معلومه. ومايكل بيكلم فرانكلين وتريفور وهناك بيعرفوا على بعض. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. ومايكل بيخطف فرناند، وفرانكلين واقف بقناصه من بعيد، وتريفور بيكون هو اللي سايق الطياره، وبيسلموه للاف اي بي ويفضلوا يحققوا معاه عشان يعرفهم على واحد اذربيجاني عايزين يخلصوا منه. وخلي بالك اكتر حد بيكون مستمتع بالمهمه دي هو تريفور فيليبس نفسه، لانه كان عمال يعذب في فرناند بكل اريحيه. وبعد لما مايكل بيخلص من مشاكل الحكومه بيروح عشان يكمل مشاكله العائليه، ولكن بيلعبوا يوجا عشان يهدوا شويه، لحد لما مايكل بيشوف فابيان بيبدا يتحرش بمراته. مايكل بيتعصب وبياخد ردة فعل اللي بيضايق مراته فيما بعد، وبتحلف ان هي هتسيب البيت وما ترجعش البيت تاني. حتى جيمي في مره هو مع ابوه بيخدر ابوه وبيرميه في نص الشارع وبياخد العربيه وبيمشي. ولما مايكل بيرجع بيته بيلاقي مراته سايبه له رساله كاتبه فيها انها هتسيب البيت لفتره،
ان هو مش متزن عقليا وافعاله غريبه ودايما بيتخانق، وكمان هاجم فابيان صديقها المقرب اللي هو اصلا بيستغلها، بس ما علينا. وكمان هو وعدها انه هتغير ولكنه مفيش حاجه اتغيرت. وكمان جيمي قال لها انه بدات عاده المخدرات وانها كمان هتواصل مع محامي ويا ريت ما اتصلش بيهم تاني، ويا ريت كمان ما يقتلش نفسه. اصيله يا اختي. المهم غياب الاسره عن ابوهم بيأثر عليه سلبيا، ومش بعيد يدخل في حاله اكتئاب حتى لو اسرته دي مش حلوه، بس بتظل الاسره هي السند، هي الونس، هي كل حاجه. المهم نسيب مايكل في اللي هو فيه ده ونروح لفرانكلين اللي بيبقى مع لامار وعايزين يعملوا صفقه مخدرات في جروف ستريت، وبيجي معاهم تريفور وبيروحوا، وهناك تريفور بيكتشف ان الراجل اللي بيبيع لهم المخدرات ده بيغشهم، وبيبداوا يتحاصروا من الحكومه وعصابه الحي، والمفروض يهربوا بسرعه من الورطه دي. وبعدها تريفور بيروح مع فلويد عشان يسرقوا بعض الاختبارات الخاصه بالميري ويزر، ولان فلويد شغال في مينا تابع للميري ويزر، ودول ميليشيات كبيره جدا خاصه براجل اعمال كبير وتقيل اسمه ديفين ويست. تريفور بيروح وبيصور السفينه وبعدها بيسرق منها غواصه، وبيبدا يخطط هو مايكل وتريفور في اكتشاف السفينه وسرقه الاختبارات دي. والتريفور بيطمن صحابه ان هو عنده الزبائن اللي هيشتروا منه الاختبارات دي بسعر كويس، وبيروحوا ومايكل بيتسحب وبيفخخ السفينه. والجانب الثاني فرانكلين بيحمي مايكل بالقناصه وبيفجروا السفينه، وبيبدا تريفور المجنون ياخد الحاجات اللي هو جاي المكان ده عشانها. وسط فرح وسرور تريفور بيجي ليستر ويقول لهم يا متخلفين ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اف وام بيقولوا له ايه اللي جابك، انت مش المفروض في السرير؟ بيقول لهم فعلا، بس طالما الموضوع هيوصلنا لحد المشنقه يبقى لازم اتدخل. انتوا تقدروا عادي تهزروا مع الاي اي اي او مثلا الاف اي بي او حتى الميري ويزر، لكن تسرقوا سلاح خارق وتبيعوه للصين ده اللي مش عادي، لان انت واي حد تعرفه هتروحوا في داهيه. وام بيكون فاكر ان تي استشار ليستر في الموضوع ده، وتريفور بيقعد يغيظ في ليستر، لكن ليستر بيقلب على الترابيزه وبيعرفوا ان هو غبي واللي عمله ده هيوديهم كلهم ورا الشمس، ولازم يرجعوا السلاح ده فورا. وبالعافيه بيقدروا يحققوا المستحيل انهم يقنعوا تريفور بعد المجهود اللي عمله، وده انجاز يحسب لهم الحقيقه ان هم عرفوا يقنعوا تريفور. المهم بقى، فاكر مايكل لما كان بيقول لفرانكلين ان مايكل ده ملاك عن تريفور؟ اهو الاثنين دول بقى انا اللي اقسم لك انهم ملاك عن ستيف وفريقه، والتاني اللي اسمه ديفين، وهنعرف ليه بعدين. تعال نبدا بستيف اللي بيكلم الثلاثه عشان يعرضوا من الخطر ويسرقوا له فلوس لاغراض شخصيه من احدى العربيات. ولما المهمه بتخلص بيروح مايكل عشان يدي تمام لراجل الاعمال اللي اسمه ديفين ويست، والراجل ده بيقول له انا معايا شغل ليك حلو قوي يا مايكل، وهو انك تسرق عربيات. ومايكل بيقول له لا انا اعرف حد يعمل لك الشغل ده. ديفين بيقول له لا انا عايزك انت، انا مش عايز حد تاني. وبيرد ام بيقول له يا عم وانا قلت لك لا انا مش عايز. وديفين بيبدا يرد ويقول له شكلي فهمتك غلط يا مايكل. بص يا مايكل، لو بتحب الكوره فانا عندي حصص استثماريه في المشاريع الرياضيه، تحب التسويق معايا فلوس تقدر تديرها بنفسك، قول لي بس انت بتحب ايه. مايكل زي ما تقول كده ضعف وقال له بحب الافلام القديمه. ديفين بيقول له طيب ايه رايك اخليك تتعرف على سولومون ريتشارد؟ مايكل بيقول له يا راجل سولومون ريتشارد المنتج مره واحده كده؟ بيقول له ايوه انا اساسا اللي ممول الاستوديو بتاعه. وديفين بيقول له روح بيتك وانا هعمل اتصال. ومايكل بيفرح جدا لان زي ما فرانكلين وتريفور بيعشقوا مايكل واخدينه قدوه، كمان مايكل واخد سولومون ريتشارد ده قدوه. ولما بيروح يقابله بيبقى مبسوط جدا ويقعدوا يتكلموا مع بعض. مايكل بيبدا يساعده في كذا حاجه كده عشان ينتجوا فيلمهم الجديد سوا. والثلاثه اصحابنا بيبداوا اول مهمه لديفين ويست، وبيروحوا عشان يسرقوا عربيات فارهه وغاليه جدا. وبعد لما بيخلصوا المهمه وبيجي ميعاد دفع الاجور، الراجل بيضحك عليهم وبيقول لهم بصوا يا رجاله فلوسكم هتاخدوها على داير مليم بس لما تخلصوا الشغل كله، وبعدها تاخدوا فلوسكم كلها مره واحده. تريفور الوحيد اللي بيتكلم لانه ما بيخافش، وده بيقول له بص يا حبيبي اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل، وبيضطر يوافقوا ويشوفوا اخرتها ايه. تي وام بيروحوا لمستر مدرازو عشان هو متورط، والمفروض تي وام يروحوا يقتلوا الشخص اللي معاه الادله اللي توديه ورا الشمس. هتيجي دلوقتي وتقول لي طب يا عم يسيبوه يغور في داهيه، هم مالهم بالقصه دي؟ مش ده السبب في اللي حصل لمايكل؟ وهقول لك فعلا معاك حق، لكن مايكل مضطر لان مستر مدرسه مجنون وممكن يخلص عليه في اي وقت. وفعلا بيروحوا يبوظوا محرك الطياره اللي في الراجل، وتريفور بيجري يطبع الطياره بالموتوسيكل وبيروح وبيجيب الادله ويوديها لمستر مدرازو. مايكل بعد ما يخلص المهمه بيستنى تريفور، وبيتفاجئ بان تريفور جاي له وساعة عربيه مارتن. ومايكل بيبدا يترجم ان تريفور بوظ الدنيا اكتر ما هي بايظه اساسا. ومايكل بيسال تريفور عن ايه اللي حصل. تريفور بيقول له ده يا عم انا سالته عن الاجور بعد الشغل لكنه اتضايق وانا كمان اتضايقت. مايكل بيقول له طب انت قتلته؟ قال له انت فاكرني انا حيوان يا عم مايكل؟ لا طبعا، بس انا خطفت مراته. بس بسبب اللي حصل ده لازم مايكل يهرب من لوس سانتوس مع تريفور في اسرع وقت ويختفوا فتره بسبب جيران تريفور. في البدايه انا كنت متضايق من خيانه مايكل لاصحابه، بس بعد اللي حصل ده اظن ان مايكل كان عنده حق في انه يخلص من تريفور. وانا والله مش ببرر الخيانه، بس دي في الاول وفي الاخر لعبه، وغير كده الاتنين مجرمين، يعني بلاش الدفاع الاعمى ده.
انا ما نسيتش اقول لك ان تريفور شغال مع مايكل مش عشان سواد عيون مايكل، لا، لان تريفور فاكر ان براد في السجن وهو بيسمع كلام مايكل في اي حاجه عشان الاتنين يروحوا ويخرجوا براد من السجن. فرانكلين بيلاحظ اختفاء مايكل، ولما بيروح للبيت مش بيلاقيه وبيرن عليه وبيطمن، ويبدا مايكل يقول له فاكر الراجل المكسيكي اللي انا وانت عاملينه البيت؟ انا وتي كنا شغالين معاه والامور خرجت عن السيطره. بيقول له ان تريفور كمان خطف مراته. مايكل كان هيموت لانه وقع بيت مارتن بالغلط. عايزك بقى تتخيل كده ايه اللي يحصل في الاتنين دول بعد اللي عملوه ده. المهم رون بيعرف تريفور ان الماري ويزر معاهم مخبأ كبير جدا للاسلحه. تريفور بيتبسط وبيروح، ولكن المره دي مش بيتجنن عشان لو اتجنن هيموت. فبيبدا واحده واحده يتبع طياره الميري ويزر لحد لما بيوصل وبيسوق الطياره. بالميري ويزر بيضربوا الطياره وبيلحق انه يهرب منها قبل ما تقع. وتي وام كالعاده بيبقوا قاعدين بيتخانقوا مع بعض، والاتنين اساسا مش طايقين بعض، ويبقى فاضل لهم طقه ويخلصوا على بعض. وكالعاده للمره الثانيه استاذ ستيف بيجي وبيطلب منهم يروحوا يكتشفوا البنك اللي في الصحراء عشان هم محتاجين فلوس لعملتهم السريه ضد الوكاله المنافسه للاف بي اي واللي هي الاي اي اي. مايكل بيتكلم نستر عشان يخططوا العمليه الجديده دي اللي الله اعلم هيرجعوا منها على المقابر ولا هيرجعوا منها على السجن. وقبل ما ينفذوا الخطه مايكل وتريفور بيفضلوا يتخانقوا مع بعض بالسبب اللي هببه تريفور مع مارتن، وبيقول له انت ازاي قلبك يطوعك كده وتخطف ست بيت معديه سن ال60؟ تي بيرد عليه ويقول له لا على فكره عندها 57 سنه وهي شايفاني اصلا شخص ناضج. واما بيبدا يقول له يا اخي انت بتزود الطينه بله، وكمان انا اشتقت لاهلي. تيجي يقول له يا عم بطل كدب بقى، انت اصلا عمرك ما اهتميت بيهم، انت بس ما حنتش ليهم الا بعد لما هم سابوك. وفرانكلين بيقطع الحوار الظريف ده بيقول لهم يا جدعان انضجوا بقى، انتوا جايبيني عشان اشوفكم وانتوا بتتخانقوا مع بعض زي الاطفال. ومايكل بيبدا يقول خلاص قبل ما نبدا حد عنده سؤال او تعليق. تي مش بيستنى بيقول له انا وحشني قوي براد، وكان هيبقى مبسوط قوي لو كان معانا دلوقتي. وبيروح عشان يسرقوا البنك والحكومه بتبدا تنتهي من المكان، لكن على مين يابا؟ وبصراحه المهمه دي بتبقى صعبه جدا لان حرفيا الحكومه بتبقى حاصراهم من كل حته. لا مش كده بس، ده كمان بيعطوا لهم دبابه، انت متخيل؟ وبيفضلوا يعافروا لحد لما بيجي القطر والثلاثه بيلحقوا يهربوا من خلاله، وبتتم اخيرا المهمه الصعبه دي بنجاح. ولما بيوصلوا بالسلامه بيدوا الفلوس لسانشيز، بيديهم مبالغ صغيره جدا برغم ان العمليه كانت صعبه جدا. ده حتى ستيف نفسه كان خايف انها تفشل، بس لاننا عارفين كسرتهم فاحنا مش بنتفاجئ لانهم بيستغلوهم اساسا، وكتر خيرهم اساسا ان هم بيدوهم فلوس. وتريفور بيقول لمايكل على خطه جديده وهي سرقه قطر الاحلام التابع للميري ويزر، والقطر بيبقى مليان حمولات غاليه جدا والمفروض هيروحوا يسرقوا ويقلبوا كل اللي فيه. وتريفور بالطريقه بيعرف يوصل القطر ويسوقه، وبيحصل حادثه والحموله كلها بتقع. بيقدروا ان هم ياخدوا شنطه كانت موجوده في احدى الحاويات ويقدروا ان هم يهربوا. وبعد ما بيخلصوا الحوار ده تريفور بيبقى عنده فضول يشوف ايه اللي جوه الشنطه، ولما بيفتحها بيلاقوا قطعه اثار. مايكل بيقول له احنا هنديها لمارتن وانت ترجعها لمراته ونبقى كده خلصنا من الحوار ده. تريفور بيرد عليه ويقول له لا يا حبيبي ده شغلي انا، سيب الشنطه. مايكل بيقول له شغلك ايه؟ شغلك ده هو اللي بوظ الدنيا مع المكسيكي من الاساس. وتريفور بيعند وبياخد الشنطه. مايكل لما بيلاقي ان خلاص مفيش حل ان هو يسيس تريفور بيقول له طب بص يا تريفور لو اديتني الشنطه انا هديك حاجه اكبر، وبيقول له هنسرق انا وانت بنك المدينه. تريفور بيضعف كده ومايكل بيقول له ده مش مستحيل بس صعب جدا، وبيبدا يتلاعب بتريفور لحد لما بيعرف ياخد منه الشنطه. ولان تريفور بيحارب بتريشا مرات مارتن وبيقول له لو لمسها تاني مش هيحصل كويس. المهم ستيف بيكلم مايكل عشان عايزين يسرقوا سلاح بيولوجي خطير موجود في احدى الاماكن بتاعه الاي اي اي، وهما بيهربوا ستيف مش بيرضى يهرب وبيضرب نفسه، وبيعرف الاي اي اي ان هو هنا من اجل حمايه البلد. ومايكل اخيرا بيدي التحفه الاسريه لمارتن والدنيا بتبدا تهدى شويه، وتريفور التاني بيهدى شويتين وبيوصل بتريشا لجوزها. ومن الواضح ان الاتنين دول حبوا بعض جدا. تريفور لما بيرجع لبيت فلويد بيلاقي ديبرا صديقه فلويد رجعت وبتكون متضايقه جدا من وجود تريفور وبيبقى عايزاه ان هو يمشي، ولكن تريفور بيرد عليهم بس بطريقته. You people are not very fucking nice. المهم التلاتة بيبداوا يكتشفوا البنك حته حته عشان يعرفوا ازاي هيسرقوه. ولما مايكل بيرجع البيت تريفور بيجيله ويقعدوا يتكلموا مع بعض شويه لحد ما مايكل بيقول له بص يا تريفور انا عايز ابعد عن المشاكل وهو بتعمل افلام، وبيقول له خلي بالك بعد سرقه البنك الكبير كل واحد فينا يروح لحاله. تريفور اول ما بيسمع الكلام ده كأن مايكل شتمه بامه. مايكل بيقول له انا عندي عيله، وتريفور بيقول له انا ما عنديش حد يهتم بيا. مايكل بيهديه وبيقول له انا يا تريفور مهتم بيك، لحد لما تريفور بيسأل السؤال اللي مايكل خايف منه وهو مين اتدفن مكانه بعد سرقه البنك، بما انه مزور هويته وعايش بهويه جديده. مين بقى؟ ها مين؟ هنشوف. مايكل بيحاور بيقول له بصراحه انا ما عنديش فكره. تريفور بيتجنن في عقله وبيسرق عربيه مايكل
عشان يتاكد مين اللي مدفون مكان مايكل، وتريفور المجنون بيبدا انه يفتح القبر عشان يعرف اللي بيفكر فيه ده صح ولا لا. مايكل بيروح متاخر شويه ويبقى ضربات قلبه عماله تزيد، وبيحاول يقنع تريفور يبطل وان مفيش حاجه مدفونه. تريفور مش مصدق وبيقول له هتفضل تكذب لحد امتى؟ وبيقول له اللي بيحصل في الضلمه بيظهر في النور، لحد لما بيظهر المفاجاه اللي بتاكد لنا ان مايكل ده شخص مش تمام، وان هو يقدر يعمل اي حاجه عشان مصلحته بس، حتى لو هيجي اقرب الناس ليه. وتريفور بيتفاجئ ان اللي دفن مكان مايكل هو براد نفسه. طبعا مايكل بيبدا يبرر لكن بلا فايده مع تريفور اللي خلاص بقى شايف مايكل ده شخص بتاع مصلحته وغير جدير بالثقه. وتريفور من عصبيته بيطلع سلاحه، لكن برغم من اللي حصل ما بيقدرش يقتل قدوته، وما نقدرش نلوم مايكل انه يطلع سلاح ودافع عن نفسه هو كمان. بس النقاش بيتقفل لما بتيجي العصابه الصينيه عشان تنتقم من تريفور بسبب اللي عمله في ابن الزعيم لما عرف ان هم اتعاملوا مع الاونيلز، واللي برضه تريفور قتل الاونيلز نفسهم. المهم تريفور بيهرب ومايكل بيعمل حركه قذره جدا وبيضرب على صاحب عمره وهو بيجري، ولما مايكل بيجي يهرب العربيات تعطل منه وما بيلحقش انه يهرب، والعصابه الصينيه بتاخده رهينه عشان تضغط على تريفور اللي اصلا بيكون كاره مايكل جدا ومش مهتم، وبيسيب مايكل يواجه مصيره، ولكن بيكمل شغله مع ديفيد وبيوصلوا له كل العربيات اللي سرقوها قبل كده. ولما بيخلص بيرجع على ليستر ويبدا يساله لو يعرف مايكل اختفي ليه. في احدى المرات تريفور بيقابل فرانكل، واكيد فرانكل اللي بيساله مايكل فين وكده، فبيقول له ان الصينيين خاطفينه وان هو لو شافه في الشارع هيخلص عليه بنفسه. وليستر بيساعد اف عشان يعرفوا يلاقوا مايكل، وبيعرف المكان اخيرا وبيفكوا وبيهربوا سوا مع بعض. واف بيبقى عنده فضول يعرف عن براد والحكومه وكده. مايكل كالعاده بيتهرب وبيكذب وبيحور وبيدور، واف بيحذره ان لو تريفور شافه في الشارع مش هيحصل كويس. مايكل بيقول له ما تخافش انا هعرف اتصرف، والدنيا اخيرا بتضحك في وش مايكل لان بتحصل حاجه عمر مايكل ما كان يتخيل انها بتحصل اساسا، لان سولومون ريتشارد بيفاجئ مايكل وبيحط اسمه في الفيلم الجديد. مايكل بيتبسط جدا باللي شافه ده لانه يعتبر حقق حلم اشبه بالمستحيل، تحول من معجب الى منتج حقيقي، لان مايكل اساسا عاشق الافلام الكلاسيكيه جدا، وده واضح اصلا من بدايه اللعبه، لان حتى الجمله اللي قالها في بدايه اللعبه واللي جابت له تريفور لحد عنده ودخلته في المشاكل الكبيره دي كلها متاخده من فيلم مايكل بيعشقه جدا. المهم ولان دوام الحال من المحال فالدنيا بتبدا تخفي حكايتها شويه، لان ستيف الحكومه بدات تشك فيه ويبقى عايز من مايكل انه يخاطر بنفسه ويروح باي طريقه عشان يعرف يخش بيها لمقر الاف اي بي، لان مستحيل يعرفوا انهم يخترقوه. وستيف بيطلب ده من مايكل عشان زي ما قلنا ستيف يعتبر متورط وفي ملفات توديهم كلهم في داهيه، وفي نفس الوقت يقدر يدير العملاء المنافسين ليه. وستيف بيبقى عايز من مايكل شويه ملفات عشان يعرف يدافع بقى عن نفسه، ولان مايكل خلاص زهق وجاب اخره وكل شويه شايف ان ستيف عمال يستغله وكل مره بيقع في مشاكل اكبر من اللي قبلها، فبيقرر يروح هو وفريقه ويخترقوا المقر، ومايكل يمسح الملف بتاعه كله اخيرا، والملفات بدل ما يديها لستيف يبعتها ليستر عشان يعرفوا يستغلوها ضد الاف اي بي، وكده رسميا مايكل مبقاش في اي حاجه تدينه خالص. مهم مايكل هيرجع البيت، ابنه بيجيله وبنعرف من الكلام ان هو بيحب ابوه رغم التصرفات الغريبه، وبيعرفوا ان امه قاعده دلوقتي مع فابين، وبيروح وبيعلم عليه قدام مراته، ومراته بتديله فرصه تانية انها ترجع معاه، وبيروحوا بيعلم على الولد اللي اسمه لازلو عشان ما يقربش من بنته تاني نهائي، وبيروحوا للدكتور عشان ينسوا كل اللي فات. والحلم الجميل بينتهي لان ديفن ومولي عايزين يستحوذوا على الفيلم الجديد بتاع سولومون ومايكل، لان هم ناس جشعه كل همهم الارقام والفلوس، عكس مايكل وسولومون اللي كل همهم الفن. مايكل ما بيقدرش يشوف حلمه بيضيع قدام عينيه ويقف ساكت، وبيتجرأ وبيتحدى ديفن لاول مره في بدايه اللعبه، وبيرمي كل حاجه ورا ظهره وبيجري ورا مولي لحد ما بيوصل للمطار، وهناك محرك الطياره بيسحبها وتتقطع لحتت، ومايكل بياخد الفيلم وهو في الطريق بيكلم سولومون وبيبلغه باللي حصل. سولومون بيقول له ما تخافش يا مايكل، احنا كده كده عندنا نسخه احتياطيه من الفيلم، ولان الوضع مش امن وممكن يحصل اي مشكله في اي وقت او يحصل اي حاجه للفيلم، فاحنا هنعمل عرض افتتاحي للفيلم او عرض اولي للفيلم ويحضروا فيه ناس كبار جدا، وتعالى يا مايكل وهات اهلك معاك، وتعالى يا مايكل وهات اسرتك معاك. ومايكل في الطريق ديفين بيرن عليه وبيهدده، لكن مايكل بيحاول يهدي الوضع لكن بيبقى على الفاضي، وبيروح الحفله وهو مبسوط جدا انه حقق حلم من احلامه، وبيقابل سولومون ريتشارد، والحفله بتبقى مليانه ناس مهمه، لكن ديفين بيجي وبيقطع الفرحه دي ويعرف مايكل ان هو بعت رجاله للبيت ولازم يسيب الحفله ويروح ينقذ اسرته باسرع وقت. والمشاكل مش بتقف لحد هنا، لان ديف بيبقى عايز يقابل مايكل بسرعه جدا، وهناك مايكل بيقول له ها انا عملت اللي انت قلت عليه ولازم انت كمان تعمل اللي انا قلت عليه وتسيبني اعيش. ديف بيرد يقول له بس لسه في مشكله صغيره يا مايكل، وبيطلع ستيف من العدم ويبقى متضايق جدا وعايز سانشيز يقبل على مايكل وديف لان الاوضاع صعبت اكتر على ستيف، ومايكل بيفهم ان هو عايز يستغله تاني وبيقول له لا يا حبيبي انا حاليا بقيت راجل نظيف ومفيش اي حاجه تدني واللي بتحلم بيه ده مش هيحصل. وفجاه بيهجموا عليهم الاي اي اي وبيجي الاف اي بي
وبيجي كمان معاهم الماري ويزر، والموقف بيزداد صعوبه عليهم كلهم، وبيطلع ان الاف اي بي اصلا جايين مع سانشيز، وستيف بيتصاب في رجله وبعدها على طول بيخلص على سانشيز، والوضع بيزداد سوء اكتر. ومايكل في هليكوبتر بيتحاصره، واللي بيطلعه من المحنه دي تريفور فيليبس بنفسه، واللي بيقول له محدش هيقتلك غيري يا حبيبي، وانا مش هنا عشان سواد عيونك، انا هنا عشان انا وانت نسرق البنك الكبير مع بعض، ويلا اخرج بسرعه عشان انا عايزك في كلمتين. تريفور اصلا كده واخد حذره من مايكل، وهو معاه عشان خاطر قلنا عشان مصلحته عشان حوار البنك، لكن حقه لان مايكل اصلا شخص مش ثقه، والاثنين بعد الحوار ده بيتقابلوا، وتريفور بيقعد يعاتب مايكل على خيانته وكده، وبيأكد عليه على موضوع البنك اللي هما مسمينه البيج سكور، لان تريفور بيوعده ان دي هتكون اخر عمليه كل واحد فينا هيروح لحال سبيله، ولو ما نفعتش عادي انا هقتلك او هفضل معاك ونعمل مشاكل سوا. مايكل بيضطر انه يوافق عشان يخلص من زن تريفور، وبيتكلموا لسه في الحكايه دي، واللي بيوافق لانه شايف ان هما كده بيصنعوا تاريخ. المهم بعدها تانيشا الاكس بتاعت فرانكلين بتيجي وبتقعد تستهزأ بيه، وانه لازم يشوف لامار لان ستريتش عمل له كمين، ودلوقتي عصابه البوليس خاطفينه ولازم يلحقوه في اسرع وقت قبل ما يموت، ولان فرانكلين ما عندوش حد غير مايكل وتريفور فبيتكلمهم وبيروحوا ينقذوا لامار. وهو راجع ستيف وديف بيقابلوه، فرانكلين بيقول لهم ايه مش خلاص احنا خلصنا؟ ستيف بيقول له مش بالظبط. ديف بيقول لهم ايه عايزين نقتل الرئيس ولا تحبوني انام مع مراته مثلا؟ فستيف بيرد يقول له لا احنا عايزين حاجه اكتر منطقيه، وديف بيقول له حاجه انت تقدر تعملها، ويقول له بص مايكل عايل حبتين، انما تريفور ده مجنون خالص ومتهور وخطر علينا كلنا ولازم تقتله يا فرانكلين. فرانكلين بيقول له انا مالي يا عم، انا علاقتي بالراجل ده كويسه، ما تقول لمايكل. ديف بيقول له مايكل ما قدرش يعمل حاجه مع تريفور، وبيقولوا له استنى مننا مكالمه. فرانكلين بيروح الاجتماع اللي عامله ليستر في البيت الجديد بتاع تريفور عشان يخططوا العمليه الاخيره ذا بيج سكور، ويحضروا العربيات اللي يحتاجوها في المهمه، وبيغيروا فيها شويه حاجات عشان تستحمل كميه الدهب اللي هيحطوها فيها، وبتبدا المهمه وبيستنوا عربيات البنك وبيغيروا كاوتشات لانهم خرموا القديم، وبيركبوا العربيه وبيروحوا لمكان الذهب، وبيعرفوا يخشوا والامن بيشيك على بطايقهم، وبيخشوا بياخدوا الذهب في العربيات وبيمشوا، وليستر وفرانكلين بيخترقوا اشارات المرور عشان يعرفوا يعدوا من غير ما الماري ويزر يشوفوهم، وبيوصلوا بسرعه للمكان وبيعبوا الذهب كله في العربيات، والماري ويزر بيهاجموا المكان وبيقدروا ان هم يهربوا بسرعه منهم، والمهمه دي استحاله باي شكل من الاشكال يخرجوا منها عايشين، لان الحكومه تبقى محاصره المدينه كلها، ولكن خطه الفريق بتبقى اذكى لان في عربيات نقل تبعهم تبقى مستنياهم تحت الكوبري فلازم يستخبوا فيها، وكده الحكومه مش هتلاحظهم. واخيرا ما تنتهي المهمه ديفن بيجيله لحد البيت، يبقى طالب ان هو يقتل مايكل لان مايكل خسره كتير جدا، غير ان هو خاين وبيغضب باقرب الناس ليه، وفرانكلين بيعرفوا ان برضه الاف اي بي طلبوا ان هو يقتل لهم تريفور، وانت جاي عايز نقتل مايكل؟ ديفن بيقول له ما تخافش يا فرانكلين، كل الناس دي ومكالبه تليفون واحده مني اقعدهم لك في البنت جنب الحاج ده. فرانكلين مش بيعجبه الكلام وبيقول له طب اتفضل بقى كده من غير ما ترد. فرانكلين بيبقى في حيره من امره لان الاثنين صحابه، وبالاخص مايكل لان هو صاحب الفضل عليه، وتريفور برضك ما عملوش حاجه عشان يقتله. فرانكلين بيكون فاكر ان ليستر معاه الحل، لكن ليستر لما بيعرف ان الاف بي اي عايزه تريفور يموت والماري ويزر عايزه مايكل يموت، فبيقول لفرانكلين اقتل الاثنين يا اسطى وريح دماغك، انك مش هتعرف تهرب من الاثنين دول. وهم قاعدين وخلاص فرانكلين ايقن ان مفيش مخرج، ليستر بيشغل مخه وبيقول لفرانكلين بص اقف، الاثنين طماعين جدا ومش هيترددوا في انهم ياخدوا نسبه من الذهب اللي احنا سرقناه، روح موريتا وسايح الذهب والاثنين احتمال يجوا ويعملوا لهم كمين وخلصوا عليهم انتوا الثلاثه. وبيقول له جهز نفسك وانا هكلم تريفور ومايكل. ولما بيروح هناك بيلاقي تريفور ومايكل واقفين والمره دي هيخلصوا على بعض بجد، فرانكلين بيعقلهم والثلاثه بيخلصوا على الاف اي بي والميري ويزر، وبعدها على طول بيكلموا ليستر اللي اصلا بيكون متفاجئ ان هم لسه عايشين، ويحدد لهم مكان اعدائهم ستريتش، ستارشينج، ستيف هاينز، ديفن ويست. مايكل بيروح وبيقتل ستريتش، تريفور بيروح يصطاد ستيف وهو بيصور لايف، وفرانكلين بيخلص على مستر شينج، كده ما اتبقاش غير ديفن ويست. طبعا انسب واحد للمهمه دي اكيد تريفور فيليبس بلا منازع، اللي بيروح وبيصطاد في رجاله ديفن وبيجيب ديفن من قفاه وبيحطه في شنطه العربيه، ومايكل بيجي وبعدها بيحصلوا فرانكلين وبيفتحوا الشنطه وبيقعدوا يتمسخروا على ديفن اللي بيكون مربوط واكل علقه محترمه وبيكون مرعوب جدا من اللي هم يعملوه فيه، والثلاثه بيرموه في البحر والعربيه بتولع بيه. وكده الثلاثه خلصوا من كل حاجه كانت مهدداهم، والثلاثه بيبقوا مش عارفين هيعملوا ايه بعد اللي حصل ده. مايكل بيقول لهم كل واحد فينا يروح زي الشاطر كده يروح لحاله ويعيش حياته. تريفور بيقول له طب كاصحاب؟ مايكل بيقول له طب هو في خيار تاني غير كده؟ وبيقعدوا يهزروا شويتين مع بعض، وفرانكلين بياخد بعضه وبيمشي، ومايكل قبل ما يمشي بيقول له انا كبرت على الحوارات دي ودلوقتي جه الوقت اللي اعيش فيه بسلام مع اهلي، والقصه بتنتهي هنا وكل واحد
بيعيش بسلام في حياته. ويا رب اكون قدرت اشرح لك القصه بشكل مبسط وممتع جدا. يا ريت بقى تدوس على زر اللايك، ما تنساش بقى تقول لي رايك في الكومنتات، وتدوس على الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان لما اعمل فيديوهات جديده تظهر لك اول باول. وحابب الفيديوهات الجايه تكون طويله ولا قصيره؟ وتحبها تكون عن ايه؟ انا في دماغي دايز جان او GTA سان اندرياس او ريد ديد 2. انت بقى قول لي رايك في الكومنتات. وسلام.